وتذلله إلى الله وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: رفع كف الطاعة إلى الله استغاثة عاجلة بالمولى جل جلاله، وقال: اللهم أنت ربي وأنت رب المستضعفين، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الأرض والسماوات، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجعبني أو إلى أحد ملكته أو إلى عدو ملكته أمري. اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلك العتب حتى ترضى. هذا هو الموجة يا عباد الله. أما تفصيل الأنباء حيث اخترق جبريل من 7 طباع ونزل على الأمين جبريل وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن الله أمرنا أن نطيعك، فماذا نصنع بأهل مكة لو أمرتنا أن نطلق عليهم الأخشبين الجبرين الكبيرين لفعلنا ذلك، منتظرا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه بإجابة بطش وانتقام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه على الإطلاق، وكان لا يغضب لنفسه، إنما يغضب لله جل جلاله، وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه على الإطلاق، ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فأنت أهله وارضه ماله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. يا عباد الله، فقال له: لا يا أخي يا جبريل، لا تطلب عليهم الأخشبين. لماذا يا رسول الله؟ عسى الله أن يخرج الناس راضين من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له الأمين جبريل: صدق من سماك رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعندما سمع أهل مكة بهذا الخبر السار لهم أن أبو الطائف ضربوه وشتموه وأصلوا عقبيه، فرحوا فرحا شديدا ووقفوا له معارضين ومنعوه أن لا يدخل إلى مكة ثانية. لماذا؟ لأن مكة تطرده يا عباد الله، والطائف تطرده، لكن الله تبارك وتعالى حي قيوم يتدخل في عنايته في الوقت المعلوم. وإنما وقفوا له معارضين ومنعوه أن لا يدخل إليهم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزعماء والأشراف زعيما كي يستعطفه ويسمح له بالدخول. فكل إنسان أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كي يستغيث به ويسمح له بالدخول، فيابى إلا رجل واحد اسمه المطعم بن عدي يا عباد الله، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل هذا الرجل وكون أهله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل به إلى مكة، وكما يسمونه في هذا العصر يا عباد الله باللجوء السياسي. فأدخله المطعم ابن عدي عندما قال لأهل مكة: إن النبي عليه الصلاة والسلام في جوارنا في ذمتنا، وأدخله إلى مكة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاضي هذا، لكن رغم أنه أدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ومع ذلك لم يدخل في دين الإسلام يا عباد الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد جديله وأن يرد الطاعة طاعين. وعندما غدوا إلى غزوة من الغزوات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لقي منكم المطعم بن عدي فلا يقتلنه. وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وبعد ذلك أذن لأصحابه بالهجرة المباركة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام
ومعه أبو بكر الصديق، وذهب إلى غار ثور ومكثا فيه 3 أيام. وكان النبي عليه الصلاة وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحيانا يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يمشي خلفه، وتارة يمشي بيمينه، وتارة يمشي بشماله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي حملك على هذا يا أبا بكر؟ فقال له أبو بكر الصديق: أتذكر الرسل فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير وراءه، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال أبو بكر: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، واستغفروه من كل ذنب، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله المبعوث بخير دين، المرسل إلى كافة الثقلين شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد بن عبد الله الذي لم يخلق الله كمثاله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، فصلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. فصلوا على الرحمة المهداة والنعمة المزداة والبشير النذير والسراج المنير، بعثه ربه بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحث القول على الكافرين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. واعلموا إخوتي بالله أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أحيانا يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يمشي عن ورائه وعن يمينه وعن شماله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي حملك على هذا؟ قال له: يا رسول الله، أتذكر الوسط فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير من ورائك، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. قال له: أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ فقال له: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. وعندما وصل إلى غار ثور ومكثا فيه 3 أيام يا عباد الله، وهناك أسرة كاملة قامت بأدوار ابتدائية سطرها لها التاريخ يا عباد الله، وهي أسرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل وهذا البطل الضرغام قام بأدوار ابتدائية، بحيث أعد الراحلتين وجهز الراحلتين وأنفق المال على أهله كي يصنعوا الطعام. فكانت أسماء بنت أبي بكر التي تزوجها الزبير بن العوام وهو من العشرة المبشرين بالجنة، كانت أسماء هذه سميت بذات النصابين لأنها كانت تحمل الصبر والطعام إلى أبيها والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار. وكانت عائشة بنت أبي بكر أيضا تقوم بطهي الطعام وطبخه يا عباد الله. وعبد الله بن أبي بكر رجل الاستخبارات الأول للإسلام، حيث كان يقضي النهار كله مع أهله في مكة ويسمع أخبار قريش. وعندما تغيب الشمس يذهب إلى أبيه والنبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور ويبيت معهما ويخبرهما بتآمر القوم عليهم. وكان هناك راعي يأتي بالصباح بغنم
بكر رضي الله تعالى عنه كي لا يكون هناك أثر عليهم. وعندما مكثا في هذا الغار 3 أيام وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى الغار أوقفه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ودخل أبو بكر أولا ووجد سحورا في هذا الغار، وقطع من ردائه وألقمها إياها، وبقي سحرا واحدا ولم يجد له شيئا، فوضع عليه رجله وخرجت دابة من دواب الأرض ولدغت أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رجله. يا عباد الله، وعندما بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما بك يا أبا بكر؟ قال له: ما بي شيء. قال له: ما بك يا أبا بكر؟ قال له: لدغت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين مكان اللدغة؟ وأشار بإصبعه أن هنا. فالتفت عليها النبي عليه الصلاة والسلام بريقه وبرئ كان لم يكن به وجه من قبل، وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى الغار فدخل. وبينما هم في غارهم هذا يبكي أبو بكر مرة ثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال له: بينما أنا أعتمل في جلدتي إذ وقعت عيناي في عيني أبو جهل وهو عمرو بن هشام المزني، وما أظن أن هذا الرجل قد رآنا. فقال له: أتبكي خوفا على نفسك؟ أراد أن يفتتنا. قال له: لا، إن مت أنا فإنما أخرت كبقية الناس، أما إذا مت أنت هلكت وهلكت الأمة جميعا من بعدك. فقال له مهدئا: ما يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أبشر يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها. وبعد ذلك عندما مكثا في هذا الغار 3 أيام وارتحلوا بعده إلى المدينة المنورة. وعندما وصلوا إلى مدينة رسول الله استقبلهم الناس في بهجة وفرح وسرور، والمدينة بكاملها تتغنى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتستقبله استقبالا حارا، وأخذوا يتغنون بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أيها المسلمون عباد الله، غدا بإذن الله تبارك وتعالى يوم عاشوراء، وهو الموافق 10 من المحرم، فصوموه، فمن صامه لوحده جزى عنه، ومن صام يومه ومن صامه وصام